في عالم الفن في شخصيات محفورة في أذهاننا وقلوبنا، ما نقدرش ننساهم بفضل خفة دمهم وأدائهم المميز. النهاردة هنستعرض معاكم واحد من أبرز فنانين الكوميديا اللي أمتعنا بابتسامته وأضحكنا بأدواره المتنوعة. ده الفنان الراحل طلعت زكريا. اتميزت أدواره بالطابع الشعبي الكوميدي، وترك طلعت بصمة كبيرة في السينما والتلفزيون المصري والمسرح. تعالوا نتعرف عليه أكتر ونستعرض محطات في حياته وأعماله اللي جعلته أحد رموز الكوميديا في مصر. اتولد طلعت زكريا يوسف في 29 مارس 1960 في اسكندرية، وبدأ مشواره الفني بداية من الثمانينات، وتخرج من قسم التمثيل والإخراج في المعهد العالي للفنون المسرحية، ودخل الفن عن طريق مسرحية الشخص سنة 1982. المسرحية كانت من إعداد الشاعر أمل دنجل. أحب الفن جدا وبرع فيه، وكان له شخصية مختلفة عن باقي جيله علشان حسه الكوميدي، رغم ان بداياته وظهوره كان في ادوار صغيرة جدا. يعني ظهر مع الزعيم في دور الضابط في التجربة الدنماركية لما بيقول له قول حاحة، وهو ما كانش يعرف ان هو وزير الشباب والرياضة. وبعدها عمل دور فحاحة وتفاحة مع ياسمين عبد العزيز وكسر الدنيا، وكان فيلم ناجح جدا. وكمان عمل مع مصطفى قمر حريم كريم، وكان فيلم برضه مكسر الدنيا. اي دور كان بيعمله طلعت زكريا حتى لو صغير او دور تاني كان متميز فيه جدا. مثل كمان في فيلم سيد العاطفي مع النجم الكبير تامر حسني وعبلة كامل، وكان دوره جميل جدا. بصوا الفيلم ده ما بطلناش ضحك طول ما هو موجود، وإفيهاته مع الفنانة الكبيرة عبلة كامل ما تتنسيش. بجد فيلم حلو جدا، لو شفتوه هتنبهروا جدا من أداء طلعت زكريا، رغم ان هو كان دور تاني لكن كان متميز فعلا وجميل. لكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. نتكلم عن رحلة مرضه اللي قسى منها في عام 2007. أصيب طلعت زكريا بالتهاب في شرايين المخ، وأدى لدخوله في غيبوبة، لكن بسبب حبه للفن عرف يقوم من الوعكة الصحية اللي كان فيها دي. وحكى طلعت زكريا رحلة مرضه القاسية اللي عاشها في السنوات الأخيرة من حياته وهو بيبكي خلال استضافته في إحدى البرامج قبل وفاته. وقال طلعت زكريا إن هو بعد فيلم حاحة وتفاحة جاله عروق كتير جدا، لكنه كان بيدخن بشراهة، فجاله فيروس نادر اسمه جوليان بيري. وبعد ما فضل في غيبوبة عدة أشهر، لكنه حبه للتمثيل قدر يخلاه يقاوم للمرض. أما عن حياة طلعت زكريا الشخصية فهو اتجوز مرتين. الأولى كانت من خارج الوسط الفني وأنجب منها عمر وإيمي، والاتنين كانوا بيحبوا والدهم جدا لأنه كان أب حنين قوي، وخصوصا إيمي، وحبت الفن زيه وطلعت ممثلة، وكانت بتعتبر والدها المثل الأعلى ليها في كل حاجة. وما سألوها عنه ايه مميزات والدك قالت له كان اب حنين جدا، وكان بيهتم بتربيتنا وبيعتبرنا اهم انجاز في حياته. وقالت كمان ان هو كان بيحب الهزار جدا، وكان كمان شخص متدين بيصلي وبيحب القرآن، وده ظهر اكتر بعد مرضه. وبعد طلاقه من السيدة صباح والدة عمر وإيمي، اتجوز المرة التانية من شيرين المنزلاوي. وشيرين المنزلاوي والدة هنا وفرح ونور، هنا اللي هي هنا الزاهد وفرح الزاهد. وشيرين المنزلاوي كانت ست مطلقة وعندها ال3 بنات دول، لكن طلعت زكريا ربهم، علشان كده هنا كانت بتعتبره هو والدها. وبعد 10 سنين من جوازهم تم الطلاق، لكن استمرت العلاقة طيبة جدا وفيها احترام، وخصوصا مع بناتها اللي هو مربيهم واللي زي والدهم. وفي اوقات كتير جدا لما بيجي سيرته قدام هنا الزاهد بتشكر فيه جدا، وقالت ان هي كانت بتعتبره فعلا والدها لانه كان اب حنين جدا عليها. وطلعت زكريا عمل افلام كتير ناجحة وجميلة، وكان لها صدى كبير عند الجمهور. كان من اهم الافلام دي حادي بادي، ملايكة الشوارع، وبخيت وعديلة، وكمان ابو خطوة، ولا في النية ابقى، ليه خلتني احبك، نور ونار، شجيع السيمة، الأجندة الحمراء، حرامية في KG2، وجائنا البيان التالي، واللبيس، والراجل الأبيض المتوسط،
والفيل في المنديل، وطباخ الريس، والمشخصاتي، ومحامي خلع، واوعى وشك، وغبي منه فيه، وعوكل، وخالتي فرنسا، وسيد العاطفي، والسيد أبو العربي وصل، وكلام في الحب، وعمارة يعقوبيان، وقصة الحي الشعبي، وعودة الندلة، وحاحة وتفاح، وأفلام كتير جدا كان عاملها ناجحة بجد. الله يرحمه. وكمان عمل مسرحيات جميلة جدا وناجحة، زي فارس وبني خيبان مع سمير غانم، والبعبع، وتكسب يا خيشة، والحرامية أهم، والعصمة في إيد حماتي، والباراشوت، وإيه اللي حصل في شهر العسل، والدبابير، وسيبوني أغني، ورسمي فهمي نظمي. كمان المسرحيات بتاعته كانت جميلة ومضحكة. وكمان عمل شخصيات كرتونية كان أهمها سوبر هنيدي من الجزء الأول للجزء الرابع. وتوفى فنان طلعت زكريا في 18 أكتوبر 2019 عن عمر 58 سنة، واتدفن في مقابر العمود بالإسكندرية. وطبعا خبر وفاته كان خبر صادم جدا لكل جمهوره ومحبيه في الوطن العربي، وكمان معظم الفنانين. وياريت تكتبوا في الكومنتات ايه اكتر فيلم حبتوه للفنان الراحل طلعت زكريا. انا عن نفسي بحب جدا قصة الحي الشعبي، وكمان حاحة وتفاح، ومحامي خلع، وكمان غبي منه فيه، بحبه جدا جدا. ودي كانت حكايتنا النهاردة عن الفنان الجميل طلعت زكريا، الإنسان قبل الفنان. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة، وتفعلوا كمان الجرس علشان يوصلكم كل جديد من جيجي ستايل. استنوني في قصة جديدة وفنان تاني. سلام.